نبدأ أول شي بغطاء الصمام، هذا بس بنبرمه برمة وسحب، هذا لازم كل فترة يتنظف من الدهون كرمال ما يسكر ويعمل مشكلة. أما بالنسبة لتركيبه فبس بنحطه بمكانه وكبسة بيجي راكب بمكانه. أما بالنسبة للشغلة الثانية الأساسية واللي لازم بعد كل طبخة تتنظف اللي هي جوان السيليكون، هذا بس بنسحبه من تحت وبشوي شوي داير ما دوره لحتى نطالعه من مكانه، ومندير بالنا لا نطعج الصيخ بشوي شوي، ويفضل شوي تكون الطنجرة حامية مباشرة بيطلع. مننظفه ومنغسله ومنرجعه لمكانه بنفس الطريقة يلي فكيناه فيها، نكبسه كبس بشوي شوي داير ما دوره، واخر شيء بنبرمه برمي كرمال نتأكد انه راكب مكانه. اما بالنسبة للقطعة الاخيرة يلي لازم كمان ننظفها بعد كل طبخة، ويلي هي الكاس الموجود على جنب الطنجرة يلي بنزل فيه المي الناتج عن بخار المي يلي عم يطلع من الطنجرة، منغسله ومنرجعه لمكانه، كمان منحطه من فوق أول شيء كبسة من تحت بيجي راكب مكانه. خبرونا أسئلتكم